الخمر حلال، ومن قال أن الخمر حرام فقد كفر بآيات الله. وعديد الأئمة والشيوخ كيتكلموا على هذا الموضوع على أساس أن الخمر حلال وماشي حرام، على أن ربي سبحانه وتعالى حرم عدة أشياء إطلاقا، لكن في الخمر بالضبط ما كيناش آية صريحة في القرآن الكريم كتحرم الخمر. لهذا جبت لكم أحسن تفسير لهذا الموضوع، وكنتمنى أي واحد يبارطاجي. سمعوا حتى الاخر، صلوا على رسول الله وكل شيء بارطاجي. قول دكتور راشد بأنه لا يوجد تحريم للخمر في القرآن، فكلامه صحيح، لأنه لا توجد آية تحرم، غير موجودة. التحريم بحال ما كيقول لك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل هو التحريم واضح، لكن ما كاينش نص بتحريم مباشر. التحريم جاء فيما بعد لما اخترع حديث ويعني روج كلام يقول بأنه ما يسكر كثيره فقليله حرام. هذا الفكر أخطر من الإلحاد. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، بصوا الخمر جاي مع إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ر جيم سين. مش انتوا بتحبوا تفسروا القرآن بالقرآن؟ مش انتوا بتحبوا القرآن؟ مش انتوا المصدر الرئيسي بتاعكم القرآن؟ تعالوا نشوف كلمة رجس فين. الله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ر جيم سين. منطقيا يعني هل مقبول إن حاجة تكون مباحة وتوصف بهذا الوصف رجس، ثم قال سبحانه وتعالى من عمل الشيطان مش من عمل الرحمن؟ هل منطقيا عقليا أن يكون هناك أمر مباح ويوصف بهذا الوصف من عمل الشيطان؟ والله عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. انت عشان تفسر القرآن لابد أن تعود إلى اللغة التي نزل بها القرآن. ماليش دعوة بثقافة المجتمع، ماليش دعوة باللغة العامية ان تقول لي لا اجتنبوه أقل في التحريم. لا، ارجع للغة العربية. هذا الحكم بيني وبينك اللغة العربية. فاجتنبوه أي لا تقربوه. معناها إيه؟ معناها تحريم بالكلية. إن أنت تشيل خمرة حرام، توصل خمرة حرام، تبيع خمرة حرام، تصنع خمرة حرام، تتاجر في خمرة حرام، تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر حرام. عندك أرض زراعية فيها عنب وهتبيعها الواحد من المحتمل إن هو يعمل خمر حرام. عندك مصنع أزايز وهتعمل إزازة من المحتمل إن اللي ياخدها يحط فيها خمر حرام. هذا تحريم بالكلية. فاجتنبوه أي لا تقربوه. زي كده منطقة عسكرية مكتوب ممنوع الاقتراب، يعني ما تقربش ما تقربش. طب افترضنا بقى ان انت دخلت جوه المنطقة العسكرية، انت تتنفخ. ده هو قال لك ما تقربش، فبالتالي دلالة التحريم اقوى. الآية كلها تحريم. بحس ان انتوا شبه الاطفال الصغيرين. طالما حرمت مش موجودة يبقى مش حرام، طالما كلمة حرام مش موجودة يبقى مش حرام. طب ولا تقربوا الزنا، اللمسة حرام، الكلمة حرام، العناق حرام، القبلة حرام، كل مقدمات الزنا حرام. ليه؟ عشان ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا. يبقى دلالة فاجتنبوه لا تقربوه أعلى في التحريم وأشد. وبعد كده يقول لك إيه؟ أصل حديث اخترعوه. تنكر السنة؟ طب هتعمل إيه في الإجماع؟ فهمتك. فأنت بتديني دين بس تقول لي الدين ده من غير سنة، بتديني دين بس تقول لي الدين ده من غير فقه. أصل المذاهب الفقهية الفقهاء دول مش تبعنا. طب تفسير؟ لا، علماء التفسير دول كانوا تعبانين. طب علوم حديث؟ لا، أصل قواعد الحديث ديت موضة قديمة. طيب أصول الفقه؟ لا دي قواعد عفى عليها الزمن. فأنت بتديني دين من غير دين. انا بفتح الكيسة بتاعتك مش لاقي دين خالص. تقول لي القرآن. انت لو بتفهم قرآن كنت هتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه. هتقول لي الآية نازلة في الغنائم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما آتاكم، مش ما قالش وما أمركم. وما آتاكم سنة قولية وسنة فعلية وإقرار، هذا كله مقبول. فالقرآن حرم الخمر، السنة فيها تحريم الخمر، الإجماع تحريم الخمر. فبالتالي كلامك هذا لا يدل إلا على شيء واحد فقط، وجه فيه الكثير من المكياج. بمجرد إن احنا نشيل المكياج نشوف وجه لا يؤمن إلا بالثقافة الغربية ولا يؤمن بالأصول الدينية، يفرغ الدين من محتواه. عشان كده قلت هذا الفكر
أخطر من الإلحاد. سنرد عليكم، لن ندع مقالة كتبتموها إلا وسنرد إن شاء الله، لن نترك فيديو إلا وسنعقب عليه، لأنكم في الحقيقة ليس عندكم استيعاب لعظمة القرآن ولدور العلماء في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولدور العلماء في خدمة الأحكام الفقهية. فأنتم عايزين تفهموا القرآن على مزاجكم، فبالتالي كلامكم غير مقبول، وكلامكم فيه الشيء الكثير من السطحية وعدم الفهم. كلكم حافظين الكهف وياسين، كلكم أكثر سورتين قراءة عند المسلمين. قلنا له في قضيتين ما حدا انتبه له، مو انه ما حدا فسرها، مكررة بالكهف وياسين، وأتحدى إذا حدا وقف عنده أو انتبه له. هي التفاسير أمامكم، يعني ما بتهجم أنا. نذهب إلى سورة الكهف. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. أين جاءوا يا سادة يا كرام؟ إلى قرية، صحيح؟ جاءوا إلى قرية تحت خطين فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، صحيح؟ أين الجدار؟ في القرية، صحيح؟ سيد الخضر هذا الحدث مساء، صباحا ماذا قال له سيد الخضر لموسى عليه السلام؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. كيف القرية صارت مدينة؟ ولا حدا انتبه له. أبقول له تفضل حل لي إياها. الكيالي 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 الكيالي، هو ليه حضرتك محسسني ان انت اكتشفت اكتشاف؟ يعني على فكرة أنا سمعت تفسيرك للفرق ما بين كلمة قرية وكلمة المدينة في القرآن، وكلامك غلط، كلامك مش منسجم، كلامك مش منطقي، كلامك مش عقلاني، كلامك مش مدروس. خلوني أشرح الفرق وبعدين أعلق عليه. الله عز وجل قال: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. المكان الذي لك فيه حاجة هو بالنسبة لك قرية، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. المكان الذي أنت مقيم فيه بالنسبة لك مدينة. مثال تاني: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. المرسلون لهم في هذا المكان حاجة وهي تبليغ الرسالة، فالمكان بالنسبة لهم قرية، من القرى، الضيافة، الأمن، المأوى، الملجأ، الطلب بشكل عام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ليه؟ لأنه من المقيمين فيها، فالمكان بالنسبة له مكان إقامة، فبالتالي بالنسبة له مدينة. مثال ثالث: وقال نسوة في المدينة. ليه ما قالش وقال نسوة في القرية؟ لأن المكان ده مكان إقامة للنسوة، عايشين في المكان ده، فطالما عايشين وطالما مقيمين وطالما مكنيصين وقاعدين، فالمكان بالنسبة لهم مدينة. طب إخوة يوسف قالوا إيه؟ قال واسأل القرية. ليه ما قالوش واسأل المدينة التي كنا فيها؟ لأنهم لهم في هذا المكان حاجة، القوت، الطعام، الزاد، فالمكان بالنسبة لهم قرية. مثال رابع: وجاء أهل المدينة يستبشرون. قوم لوط جم فرحانين. ليه؟ شافوا ضيوف جايين فعايزين يركبوا الفاحشة، هيصة بقى. وجاء أهل المدينة. ليه ما قالش وجاء أهل القرية يستبشرون؟ ليه أهل المدينة؟ لأن هذا المكان بالنسبة لهم مكان إقامة. الضيوف دول ملائكة. قالوا إيه؟ قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، لأن الملائكة دول رسل لهم حاجة في هذا المكان وهي الإهلاك. يبقى موسى والخضر لهم حاجة في هذا المكان وهي طلب الضيافة، سمى قرية. المرسلون لهم حاجة في هذا المكان وهي تبليغ الرسالة، قرية. إخوة يوسف لهم حاجة في هذا المكان وهي طلب الطعام والزاد والقوت، قرية. الملائكة لهم حاجة في هذا المكان وهي إهلاك قوم لوط، قرية. طب والمدينة في القرآن مكان إقامة. وكان في المدينة 9 رهط، مكان إقامة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخلها بغرض الإقامة. الكيالي بقى يقول لك إيه؟ يقول لك أصل أهل القرية كانوا على مبدأ واحد، مبدأ اللؤم، مبدأ البخل، فلما الغلامين فيهم خير، فالمدينة تنوع بين الخير والشر، لكن القرية تجمع من الناس اتفقوا على مبدأ ومعتقد واحد ومعتقد مذموم، البخل. يا أخي أنت مش منسجم، لأن أم القرى وكان فيها المسلم والكافر وفيها التنوع، الناس يأتوا إليها من كل مكان، فأنت كلامك مش منسجم. حد تاني يقول لي لا أصل قرية والمدينة بمعنى واحد. لا يا حبيبي، إذا اختلف اللفظ اختلف المعنى. يبقى وإلا ليه ربنا حط لفظ القرية ولفظ المدينة؟ أكيد فيه فائدة بلاغية. فكلام الكيالي كلام سطحي وكلام غير منسجم مع النقل ومع العقل.